النظام راه يتقوى، ولكن مازال بزاف الفساد. السكرجيه، الناس بلا شرف، الناس اللي ما يخموا غير على نفسهم، الناس بلا ثقه واللي يتكلموا بزاف ويزخوا وما عندهم حتى ضمير. يلزم لنا يا نجلبوهم يا نمحيو. لازم قبل كل شيء ننظموا البلاد ونكافحوا هذا المرض الكبير، ومن بعد هذا الشيء ننجموا نجوزوا لعدونا الحقيقي. فهمتني يا اخو علي؟ شكون يقدر يعطيني فرق واحد بين هذه المسابقات وبين ما كان معروفا في القديم بسوق الجواري؟ علاش احنا نطوفوا بالحضارات ونجيبوا الزبل من المزابل تاع الحضارات؟ اعز الله قدره. الازمات والمشاكل اللي راهي في البلاد خصنا غير ميس عيب ولا غير عيب. خساره عليكم ديروا المرأة الجزائرية ديروا بها، ما يجيهمش الشرف تاعك. كل واحد واش حاب، واحد حاب يمشي السلعه تاعو، واحد حاب يدي سبونسور، واحد حاب تيتر، واحد حاب فرنسا ترضى عليه، واحد حاب الامريكان ترضى عليه. كل واحد واش حال بهذه الطريقه دير تبني دار وتنشأ جيل، تدرجوها يجبدوها حتى يوصلوها في النقطه وين ما تقدرش تولي مشاريع. التوبه دائما مفتوح، توبوا مولاكم، عودوا الى دينكم. ما تغركش الصحافه هذيك المقالات الخبيثه، مش المقالات، ما يغركمش الشيراطون، ما تغركمش الفانا تاع الدراهم كي تبدا تفرح. ما يغروش شراذم من الناس لا خلق له، يجوا يصوروا يعرضوك ما نعرف لوين، يديروا معاك لي انترفيو ويعطوك جوائز ويعطوك تكريمات، تصوري ما نعرف مع من. ما يغروكش رميك الخولك، والله العظيم غير رميك الخولك، يستهلكوا فيك. هذوك الشراذم يحتاجوا جسم المرأة باش تقدميه لهم، هذاك لازم يعاملوك هكاك ولازم يكلخولك، لأنه جسم المرأة حاجة خطيرة بزاف. شوية في حقيقة العالم. عمركم ما سمعتوا بلا فرماسيون؟ أي واحد يشوفك من هذوك الملايين عندك مع السيد واحد حير في نفسه حتى يرفد معاه الذنوب تاع ملايين البشر. صديق هاد راهي الأمور تنحدر للأسفل، ماناش كيما كنا، ورانا حابين نرجعوا كيما كنا وأكثر. ناس رجال هنا ورجال في فرنسا ينقبوا في مزابل الحضارات ويجي ينقلوا ويعرموا هنايا. هذه قاعدة، إذا أكثر المنكر في أمة كل الأمة تهلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله أخوتنا الجزائريين، مرحبا بكم من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. اليوم إن شاء الله راني حاب نهضر على واحد الظاهرة غريبة جدا ومثيرة اللي ظهرت على الساحة الاجتماعية والإعلامية في مسابقات ميس ألجيري وميس يونيفرسيتي. درك فيما يخص هذا الموضوع المدهش، أول حاجة تخطر بالبال هي أنه الحشمة راهي في انحطاط مستمر. هذوك البنات هذوك تشوفهم مستدفين هكذاك دايرين صف وفيار من الظواهر الاجتماعية اللي ساعدت في تفاقم مثل هذه الظواهر التفكك الأسري. يعني واحدة اللي عندها عائلة، اسم اللي تحشم عليه وتخاف عليه، وعندها وسط عائلي اللي تحترمه واللي تحافظ على الوجه اللي تقابل به هذا الوسط، يعني محال دير حاجة كيما هذه، محال. شكون يقدر يعطيني فرق واحد بين هذه المسابقات وبين ما كان معروفا في القديم بسوق الجواري؟ قد يقول قائل سوق الجواري كانوا يشروا الجارية هذيك، ولا كان هي هذا الجواري تاع العصر الحديث ما همش يشروهم تايا باش خرجوها من دارها وعراوها وستفوها قدام لجنة التحكيم، وجابوا لها جونيفييف وجابوا لها ديبارديو، والناس تخزر وتصور. عارف شحال عطاو لها الدراهم؟ لا بالكش. فيعني الامر عنده ابعاد خطيره شويه. يعطوا لها كادو ما نعرف شحال من مليون ولا شحال من مليار، ومن بعد تبقى تخلص ولا ما باليش، تبقى تخلص على هذاك التيتر قابله باش تعرض الجسم تاعها بهذيك الطريقه مقابل نصيب من المال قل ام كثر. قبلت بهذه الصفقه. النقطه الثانيه اللي حبيت نهضر عليها يعني نقولوا هذوك المترشحات كيفاش راهم يشوفوا في رواحهم، ما هي الرسالة في أن تعرض جسمها المعرى لملايين الناس؟ واش هي الفائدة اللي راهي تأديها للبلاد؟ هل راهم موافقين على أن المستوى تاع المرأة يتلخص في هذه التجارة؟ يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات، اسكو على جال الدرهم ديروا هذا الشيء؟ شحال حبيتوا يعطوكم؟ شحال يعني شحال؟ الفقر كلاكم الفقر
المرأة الحرة تموت ولا تأكل من ثديها، وما كاش منها تعالي المرأة ولا راجل يموت بالشر، ما كاش منها. هذه لا فرضنا بلي يموت بالشر الشرف أفضل من الموت، هذه لا فرضنا جدلا، ما كاش منها، ما كاش منها هذه كاع. كيفاش على جال دراهم ديري هذا الشيء؟ ديري رسالة في حياتك، رسالة خير في حياتك، خمي في طريقة كيفاش تفيدي بلادك وتفيدي المجتمع تاعك. وعلاش احنا نطوفوا بالحضارات ونجيبوا الزبل من المزابل تاع الحضارات؟ اعز الله قدركم وسمحوا لي على هذا الالفاظ. علاه نبقاو نلاقطو؟ يعني انا ما فهمتش كاع واش راهي في الازمات ولا والمشاكل اللي راهي في البلاد. خصنا غير ميسة، خصنا غير مسابقة ميسة يا عباد الله. الناس اللي تدعي للتوحيد وللسنة يقولوا لهم الناس طلعت القمر وانتم ما زلتوا في هذا المواضيع، وباش تعروا بنات الناس وتستفوهم. هذا هو القمر، تعطوا لهم شوية دراهم وتستفوا فيهم وتصوروا فيهم وتنشروا في المجلات وتمشوا سلعتكم والدنيا. نقول لك يا بنت، يا ما شاركتي في هذه المسابقات او ما شابه من امور، ولا راك تحاولي تهربي من الواقع وتنسي المشاكل تاعك والهموم تاعك والاحزان تاعك بهذه الطريقة، نقول لك راكي غلطة. بهذه الطريقة وبهذا الضياع لن تزدادي الا هما، ما يزيد فيك غير الهم وغير المرض وغير الشقاء والعياذ بالله. عيب والله غير عيب، خسارة عليكم. ديروا المرأة الجزائرية ديروا بها هذا الشيء. بصح واش نقولوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الفساد عنده مراحل اللي يفوت بها، كل حاجة تبدأ بالعقل. هذا المسابقة الميس هذه ما داروهاش مباشرة في عام 1962، ما داروهاش مباشرة، بداوها بالعقل. الفساد يجي غير بالعقل، تبرج واختلاط والسفور وانحطاط الأخلاق وكذا وكذا، حتى وصلنا وين أنه هذا الأمور بدأت تجينا نورمال، ويهضروا عليها في التلفزيون، يهضروا عليها في الجرائد، عادي جدا، نورمال. سوق جواري فرحانين به كأن شيئا لم يكن. يعني ومادام الفساد يفوت بمراحل ويكبر بالعقل، مش راح نحبسوا عند هذا الحد. وسمحينا على كل حال، ما ناش نعايروا التشخيص قبل العلاج. لازم تفهمي الوضعية اللي راكي فيها باش تقدري تقمي روحك. راكي ابنوتيزي، ربما ما كيش فايقة، راكي تبعي في ناس ومنتجين وتجار ورجال اعمال اللي حابين يخدموا بيك، ما بيهمش المصلحة تاعك، ما بيهمش الشرف تاعك. كل واحد واش حاب، واحد حاب يمشي السلعة تاعو، واحد حاب يدي سبونسور، واحد حاب يدي تيتر، واحد حاب فرنسا ترضى عليه، واحد حاب الامريكان ترضى عليه. كل واحد واش حاب. اول خاسر هو انتي. رجعوك كالسلعة، فام اوبجي، ديك هما قالوها ماشي حنا قلنا، لا نوسيون دو فام اوبجي، المرأة ردوها سلعة. وديري في بالك مادام قبلتي بهذا الشيء راكي راح تقبلي بكلش في المستقبل، بأمور اللي ما كنتش متخيلتها، لأنه ما عندكش مبدأ، ما عندكش حاجة تشدي فيها. كيدي ميو وخلاص، هذا هو المبدأ تاعك الدراهم. على جال الدراهم ديري كلش، لأنه لو كان مش صح ما كاينش في هذه الحالة اللي راكي فيها. هل الرسالة على المرأة أنه تتعرض بهذه الطريقة للملايين ويتشهها الملايين والعياذ بالله؟ هل بهذه الطريقة تبني دار وتنشأ جيل؟ هل بهذه الطريقة تبني دار وتربي جيل؟ المرأة راهي سيبلي على كل حال. المرأة مستهدفة، المرأة المسلمة مستهدفة جدا. النقطة الثالثة، كل ما يندفع على هذا الأمور وما شابهها نقولوا له لو كان اختك راهي في وسطهم عريانة ما كنتش تقبل بهذا الشيء، ما كنتش تقبل بجونفييف ودي بارديو مش عارف واش جيت راح نقول على اختك. ما تقبلش، معلوم ما تقبلش على اختك، لانه هذوك المترشحات كاع فرائس اجناين، كاع راح كل وحده راح يديروا بها مشاريع، يستدرجوها، يجبدوها حتى يوصلوها في النقطة وين ما تقدرش تولي ماجارير،
وصلوها نقطة وين ما تقدرش تولي للوراء. ميس الجيري سبحان الله، عشنا ولحقنا النهار اللي شفنا فيه هذا العجب وهذا الدناءة هذه. معليش يا بنات، باب التوبة دائما مفتوح، توبوا لمولاكم، عودوا إلى دينكم، باب التوبة لا يغلق إلا عند الموت. ما تغرقش الصحافة، ما تغرقش هذيك المقالات الخبيثة اللي تمدح الثقافة وتمدح. وش هي ثقافة أصلا؟ نتحدى أي واحد يعرف لي ثقافة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اخترعوا حاجة، اسم مجرد بدون ماهية وبدون ذات، عليه باش يطلقوه على أي حاجة اللي تسمية تاعها تشينوها عيب. ما تغركمش الصحافة الخبيثة الدانئة، ما تغركمش الصحافة المنحطة، ما تغركمش المقالات، ما يغركمش الشيراطون، ما تغركمش الأموال، ما تغركمش الفانا تاع الدراهم كي تبدا تفرع، ما تغركمش. راكم فرائس، ردوا بالكم. ما يغروش شراذم من الناس لا خلق لهم، يجوا يصوروك ويعرضوك ما نعرف لوين، ويديروا معك لي انترفيو ويعطوك جوائز ويعطوك تكريمات وتتصوري ما نعرف مع من. ما يغروكش، راهم يكلخولك، والله العظيم غير راهم يكلخولك، راهم يستهلكوا فيك. هذوك الشراذم يحتاجوا جسم المرأة، وباش يحصلوا عليه لازم يعاملوك هكذاك، باش تقدميه لهم هذاك الجسم لازم يعاملوك هكاك ولازم يكلخولك، لأنه جسم المرأة حاجة خطيرة بزاف. ابحثوا وحوسوا برونشيوا شوية في الموند، في حقيقة العالم. تبقاوش تتبعوا في فرنسا وفي فرنس 24 وبي بي سي وأورو نيوز وما نعرف واش. فكروا شوية في حقيقة العالم. عمركم ما سمعتوا بلا فرماسونري؟ ما يغركمش كامل هذا الشيء، ما يغركمش. والمرأة ضعيفة تنغر بالخف وتتكلخ بالخف. يا بنات يا بنات، تعلموا الفرق بين الحق والباطل. والمشكل انت يا بنت مكيش رافدة ذنوبك وحدك برك، مكي واحد رافد ذنوب كل واحد يشوفك وتقوم نفسه ويتأثر بك ويتشهاك، وربما ما نعرف واش يدير بسبتك، أصور واش يدير بسبتك. والحالة اللي راهي فيها الجزائر غنية عن كل التعريف. أي واحد يشوفك من هذوك الملايين عندك معاه سيئة. الواحد حير في نفسه حتى يرفد معاه الذنوب تاع ملايين البشر. كاش شقى أكثر من هذا؟ كاش شقى أكثر من هذا؟ يا حسرة، الدنيا غرارة صح كما يقول المثل. وعذرا على يعني مثل شوية، يقول الكلب بدا يولد وهو يقول محلى برودو، حتى يضربوا على روشي ولا ما نعرف ولا يغرق ولا. هذه حالتنا. الله يهدينا يا خويا، واش الله يهدينا والله. يعني نداء الكل صاحب قلب. يا صاحبي لي زالجيريان ياك معروفين، واش بيكم اخبتي برد فيكم الدم ولا ماشي هذا هو الالجيريان اللي نعرفوه، ماشي هذا هو الالجيريان. يهد للخير، يهد يقفز، قلبه حار، حرمي. الالجيري معروف عليه باللي حرمي. هذه قالوها لنا الناس من الخليج، قاسم بالله من الخليج قالوها لنا من الخليج. بصح للاسف ساس ديغراد راهي الامور تنحدر للاسفل، ماناش كيما كنا، ورانا حابين نرجعوا كيما كنا واكثر. لازم تغيير مضاد يا ناس، يا شباب، يا كل من في قلبه ذرة تاع خير، يعني بالتي هي احسن وبالعلم الشرعي الصحيح، علم الكتاب والسنة. ماذا بينا نشكلوا تيار معاكس لهذا التيار الهدام اللي راه يغر ببنة الناس، راه يفسد في الناس، راه يفسد في الشباب، وراه يحطم في الأمة، يفسخ في الأخلاق. لازم تيار معاكس، تيار من الدعوة، من العلم الشرعي صحيح اللي يبدأ بالتوحيد. لازم نتناقلوا العلم الشرعي، لازم نتناقلوا دعوة، لازم نتناقلوا أقوال العلماء، أقوال المحدثين، لازم نعتصموا بالناس الأفاضل. هذه هي طريق، حبينا ولا كرهنا، هذه هي طريق. والله غير نعيا وندور ونعيا، والله ما نبدأ ما نب آخرة إلا بهذا الطريق. سيو واش السيو هذه لا مازال ما سيدوهاش. العلمانية هذه تاع اللي ما تسماش لا حيا لا حشمة. ناس رجل لهنا ورجل لهيه، رجل لهنا ورجل في فرنسا، ينقبوا في مزابل الحضارات، ويجيبوا ينقلوا ويعرموا هنايا.
يا والله فيش موا ربي ياك عايش لهيه، بقى ثم شبع من هذيك الامور ثم. ما انت كي كلفك سيدك هنايا وتنفذ واش كلفك راح يرضى عليك، والله ما يرضى عليك وينقلب عليك كيما قلبوا على الحركه وكيما باعوا الحركه راحوا خلاوهم هنايا. لا تراجيدي دي حركي والله غادي يصرى لكم كيف يا لي رب تنفذوا في المشاريع وفي الاوامر تاعهم باش يرضاو عليكم. والله ما يرضى عليك ديروا واش ديروا، لانه مهما ديروا مهما تكفر وتفوتوا في الكفر راه مكلاسيك مع الحيوان، ما عندوش ميزان تاع انسانيه يوزن به. هو بور لويس لا راس سوبيريور والتا لا راس انفيريور، اطير ولا تنزل. إبا معليش بلا ما نتشعبوا بلا ما نبعدوا، خلونا من هذه الامور كاع. عفى الله عن السلف. الطريق راهي باينه، سموها اسلاميزم، سموها سلافيزم، سموها وهابيزم، سموها كيما تحبوا. عندنا حنايا كتاب وسنه نتبعوهم وليسمع العالم. الكتاب والسنه يبينوهم علماء الكتاب والسنه. علماء السنه معناها المحدثين. هذه هي طريق. واللي ماهوش مقتنع ولا راه شاك واش نقولوا له عظم الله اجرك، تروح الدور وتولي. بصح المشكل وإلا قدرت تولي وإلا ما متش في ذاك الحما هذاك والعياذ بالله. انني عارف باللي المراه فراجيل وتنغر بالخف وقادر دير كونفيونس في اي واحد، في اللي يصلح وفي اللي ما يصلحش، واي واحد خبيث لسانه حلو قادر يغرر بها ودير بها العجائب. اذا نداء ثاني للرجال، عسوا وربوا واستحفظوا على خياتكم وبناتكم. المرأة تحتاج الراجل، ماشي شرط راجلها، تحتاج لبابها، تحتاج لخوها، لأنه مهما يكون بابها مجرب أكثر منها. لذا فهي أمور متكاملة. أولها الضمير تاع المرأة نفسه، يعني الواحد كي يتفكر غير الموت برك قلبه يلين يتكاكا شوية صاحبي، لأنه المسلم راح يندم على كل نهار وكل ساعة وكل دقيقة اللي فاتوا ما دارش فيها الخير، فضلا على أنه يدير فيها الشر. إذا يا جماعة الجيري هذه بلادنا بابور، نعومو كاع ولا نغرقو كاع. هذه قاعدة، إذا كثر المنكر في أمة كل الأمة تهلك. ماهوش الإنسان حر يدير واش يحب، علاه ماهوش حر يحفر بلاصتو في البابور، لأنه البابور راح يغرق كاع. المهم خلاصة، لابد لنا من الاعتصام بعلماء الكتاب والسنة أو بطلبة العلم الشرعي، لأنه هذا هو المخرج الوحيد. العلم الشرعي الذي على رأسه التوحيد. الناس مش عارفة ما نباوش متى توحيد، فضلا على أنه يعرفوا أركانه ولا نواقض التوحيد ومنه يأتي كل خير، ومن الشرك يأتي كل شر. يقول لك قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان يقول ولا ما يقولش، إذا قال وفق القول تاعو كتاب والسنة خذ بالكتاب والسنة، وإذا ما وفقش الكتاب والسنة ما تخش به. هذا ما كان. الإسلام واحد وربي واحد والحق واحد. ما تخافوش، ربي يبين الحق، مش راح يخلي الحق غامض. اللي يبحث يصيب، اللي يحوس يصيب. يكذب عليك تبحث والله غير تعرف الحق، والله غير تعرف الحق من الوهلة الأولى إذا أخلصت النية وإذا بحثت واجتهدت. المهم هذا واش عندي نقول. سمحونا لا طولنا عليكم، وسمحوا لي على الأسلوب ربما من ذاك أو بعض العبارات، سمحوا لي. جزاكم الله كل خير، الله يهدينا أجمعين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.